ارتفعت نبضات بنت جبيل استعدادا للعرس الديمقراطي الانتخابي الذي تترقبه المدينة غدا. اللافتات المعلقة في الشوارع والصور المنتشرة في الساحات والأزقة تعكس الأجواء الانتخابية التي يعيشها الأهالي. يبلغ عدد أبناء المدينة 40,000 نسمة، ونسبة كبيرة منهم من مغتربي لبنان. شهدت بنت جبيل خلال الأسابيع القليلة الماضية إقبالاً كثيفاً على الترشح، فبلغ عدد مرشحي المقاعد البلدية 37 مرشحاً، واللافت وجود 3 وجوه نسائية شابة. ويندرج مرشحو بنت جبيل للمقاعد البلدية ضمن الفئات التالية: لائحة الوفاء والتنمية التي شكلها تحالف حزب الله وحركة أمل، ولائحة بنت جبيل للكل المدعومة من الحزب الشيوعي، إضافة إلى مرشحين منفردين غير منتمين لأي جهة أو لائحة. وفيما يتعلق بالانتخابات الاختيارية تتخذ المنافسة طابعاً فردياً، فهناك 33 مرشحاً للمخترة يتوزعون على 5 أحياء، هم حي البركي وحي عين الصغيرة وحي الجامع وحي الحسينية وحي الحوارة. لم توفر المنافسة التي تشغل الأهالي ساحة أو وسيلة، فمن الشارع الذي حمل اللافتات والملصقات إلى فيسبوك الذي لونت جدرانه بالصور والمنشورات، فشكل العالم الافتراضي ساحة أساسية للمنافسة الانتخابية، وحمل آراء ونقاشات المرشحين والناخبين. كما استعان المتنافسون بالرسائل النصية، فبثوا حملاتهم الدعائية إلى جوالات الأهالي. كل نال فرصته في إبراز اسمه وفكره وبرنامجه، والقرار يصنعه غدا أبناء بنت جبيل في صناديق الاقتراع بعدما استكملت التحضيرات في كافة مراكز المدينة. ماذا يريد البنت جبيليون من هؤلاء المرشحين؟ موقع بنت جبيل استطلع آراء الأهالي وتطلعاتهم للمجلس البلدي القادم. تمني صغير بس ويمكن تمني كبير بنفس الوقت على البلدية القادمة، وبعتقد انه مش بس على بلدية بن جبيل، على بلديات الجنوب بشكل عام. هود الناس الجنوبيين اللي صاروا يمكن من 48 عم قدموا الغالي والرخيص، بتصور انه بيستحقوا مثل ما قال السيد، ويمكن لأول مرة كان بيوقف خجل قدام هود الناس المعطائين هالقد، اللي وصفهم بأكرم وأشرف وأطهر الناس. يمكن بيستحقوا عطاءات أكثر شوي أو جهد أعلى شوي من البلديات. يعطيها العافية بلدية بنت جبيل، ونتمنى من المجلس البلدي الجديد إنه يعمل خطة لجذب المغتربين، مش إنه يجوا المغتربين يحطوا شنطة ويروحوا يتسوحوا ببيروت أو ما بعرف وين. كمان ما ننسى إنه هاي البلد هي قايمة على المغتربين. نتمنى للمجلس البلدي الجديد هو مواصلة الأعمال اللي قام فيها المجلس القديم، وتحقيق كل شيء ناقص بهالبلد، لأنه العمل البلدي هو عمل بيتطلب من كل إنسان إنه يخدم هالبلد ومصلحة الناس كلها، ينطلق من هون، لأنه هذه المصلحة العامة هي بالدرجة الأولى. أولا نتمنى التوفيق للفائزين وشانس ما حيفوزوا بالانتخابات. نتمنى انه هيدي البلديه تكون بمستوى تطلعات الناس. بنعرف نحن انه الكمال لله، بس بنقول لكم انه نحن في القرن ال21 نتمنى انه تكونوا بمستوى هذا التمني، والله ولي التوفيق مع الشكر. قصه المي هون هي العقبه الاساسيه بالبلد، والعمل البلدي يا استاذ حسن تكليف مش تشريف. يعني اللي بده يجي على البلديه ومش عارف حاله شو في قدامه، بلا ما يجي احسن وبلا ما يسود وجهه ويسود وجه الناس اللي يجيبوه، وبلا ما يسموش الثنائي الشيعي، يسمونا الثلاثي المرح. كذلك التقى موقع بنت جبيل رئيس البلدية الحالي والمرشح الحاج عفيف بزي وبعض المرشحين. أكيد شكر كبير لأهلنا اللي وقفوا حدنا خلال هذه الفترة، شكر كبير لكل الجمعيات، لكل الأفراد، لكل المؤسسات اللي تعاونوا مع بلدية بنت جبيل للنهوض بهذه المدينة العزيزة على قلبنا كلنا. كل واحد بمجاله قدر قدم خدمة ممتازة، كان التعاون من الجميع، وبتمنى أنه هذا التعاون يستمر بالأيام القادمة، سواء كنا في البلدية أو لن نكون.
مش كتير على اهلنا ببنت جبال انه نوضع انفسنا بتصرفهم لحتى نقدم الخدمه اللي حقيقه هن بيستحقوا انه نقدم لهم اياها. رضا السعد، رئيس لائحة بنت جبال للكل. بالحقيقة نحن تطلعنا لمجلس البلد القادم الجديد، طبعا من ضمن أهدافنا وواضحة ان احنا لما عم نقول انه بنت جبال للكل انه يكون مجلس بلدي متنوع ديمقراطي يعكس كل طموحات واحتياجات مدينتنا بنت جبال لاستنهاضها لتطويرها، وكلنا اولاد مدينة وحدة. وغدا سيكون يوم محبة، يوم تنافس ديمقراطي. نسعى من خلال لائحتنا الغير مكتملة المدعوم من الحزب الشيوعي اللبناني انه وتركين للناخب البنت جبيلي انه هو يختار، هو ينقي من الاجدر والاكفأ لخدمة مدينته بنت جبال. حسن عادل بزي مرشح مستقل في بنت جبيل. لبنت جبيل هناك مشاريع عديدة من أهدافنا، ليس للتعداد ولكن على سبيل المثال لأكثر. أولا حل موضوع المياه، وهذه المشكلة المستدامة منذ عشرات السنين، وذلك من خلال إشادة 4 خزانات ضخمة على مشارف بنت جبيل لجمع المياه وتوزيعها بفترة الانقطاع. هناك مشروع آخر هو متابعة مشكلة الصرف الصحي في بنت جبيل. ليس صرف صحي، وقد قامت البلدية منذ سنوات طويلة ببدء المشروع ثم توقف لأسباب مجهولة. مسألة ثالثة، تلاميذ بنت جبيل يتابعون الدراسة الجامعية في مناطق بعيدة ولا سيما في فصل الشتاء، لذلك من المجدي القيام بإنشاء أو إشادة مبنى لدعم من خلال الطلب من الجامعات الاستثمار في هذا المبنى، وبالتالي تصبح بنت جبيل مكان للتعليم العالي وليس هناك حاجة للتلاميذ للذهاب إلى النبطية أو إلى صيدا. هناك مشروع رابع ومهم جدا هو متابعة الملف العقاري في بنت جبيل، حيث هناك مشاكل كثيرة ومئات الاعتراضات. والله نحن مرشحين لنقدم لهالبلد ان شاء الله باذن الله، والبلد بدها اشياء كثيره مثل تفعيل المستشفى الحكومي، مثل تفعيل الجامعه اللبنانيه، المؤسسات الحكوميه، الشغل على مشروع الماء، انه يكون التوزيع احسن من هيك.